تعال في حضن اخوك يا حبيبي، تعال نساوي بعض يا شنو. انت راجع من كاس العالم تستقبل انابيب يا حبيبي، تعال نساوي بعض يابا. انتوا بتشتموا اللعيبه ديت وعايزين تمشوهم من ماتش. امال احنا نعمل ايه؟ خدوا شويه، دوقوا شويه من اللي احنا فيه. ده الولا شايط بوتاجاز على الشناوي، بوتاجاز. طب الفرقه دي لعبت كوره؟ لا ما لعبتش كوره، والله ما لعبوا كوره. الاهلي فريق مهلوك بدنيا، الاهلي مهلوك بدنيا. اي فريق يلعب الاهلي دلوقتي والاهلي ما يبانش قدامه انه مهلوك بدنيا، لا لا لا. الاهلي فرق، لعيبه الاهلي مش قادره تشيل رجلها من على الارض. هل النهارده ان انا حقنا كزملكاويه نحفل؟ دي في بطوله مشتركه، دي في بطوله مشتركه. احفل بقى براحتي، اعيش براحتي. تعال نساوي بعض، تعال انا وانت اخدك وننزل الترعه من الاخر. كل الفرق بتلعب كده، هي دي الكوره. اللي الهلال عمله مع الاهلي طبيعي 100%، طبيعي مليار المية. كل الفرق اللي عايزه تكسب بتعمل كده. قليل الحيله بيعمل كده، بيضرب وبيشلت وبيكسر وبيشوط الكور وبيضيع وقت. ما هو انت يا حبيبي مش رايح درس، انت مش مأجر ملعب عشان تلعب بسرعه. ده ماتش في بطوله دوري ابطال، ده القاره عايزه تتبات، والله القاره عايزه تتبات. ده الحكم بيحسب فاولات على الهلال وبيحسب فاولات على الاهلي للاهلي. حاجه غريبه يا جماعه. الكوره في افريقيا وعهد الله عايزه جرينوف يتضربوا بيه كلهم. ايه ده يا جدعان؟ ده يا جدعان ده مش ده المفروض ان دي البطوله الاولى في افريقيا. يعني دوري الابطال ده المفروض البطوله الاولى في افريقيا. لا ده سيبك من ان ما فيهاش فار، دي بطوله بتودي كاس عالم لانديه بالمنظر ده، بالشكل ده. والله ده العيال بتقع بتاعت الهلال، مش ما بيحطولهمش بنج ولا مثلا جنتيانا ولا بيتادين. ده دول بيعالجوهم بشحم، جايب لهم الشحم بتاع العربات النقل تريلات، بيقوم جاي غارف وداعك له على الكدمه بقى على التعويره. هما ما بيفرقوش ما بين الكدمه والتعويره. مين اللي يتحمل الماتش؟ الشناوي جزء وكولر جزء، عشان نبقى واضحين. محمد طاهر من اول الماتش باين قوي انه مش موجود. طاهر باين انه مش موجود في الملعب. طب انت نزلت حسين الشحات نص الملعب، ايه اللي كان يحصل عشان انت تعدل؟ ايه اللي كان يحصل قبل ما يجي في الجون عشان تتقدم؟ كنت لازم ادخل حسين الشحات هاف في مكانه، اللي هو عمل فيه ماتشات كويسه في كاس العالم. انت عادي بتكسب الهلال السعودي، بعدها بسنه ممكن تنغلب من الهلال السوداني زي ما حصل. هي الكوره حلاوتها انها منفوخه هوا، كوره منفوخه هوا بتجري بتطير، ما هيش عارفه هي رايحه فين. والله غلطه واحده ممكن تخسرك عمرك، مش بطوله، غلطه تعملها تخسرك عمرك. مجموعه الاهلي هتبدا تتأزم امتى؟ لو المريخ خبط القطن في الكاميرون. القطن فرقه جربانه متدشمله، مش هتجيب اجوان. القطن مش هيجيب اجوان في اي حد. المجموعه هتتأزم لو الهلال خبط القطن في الكاميرون، هتبقى وقعت الاهلي مطينه. طب هل الاهلي فرصه في الصعود 100%؟ هتكلم معاك واقع. الاهلي فرصه في الصعود 100%. ده بيلعب اول ماتش بره ملعبه، الاهلي بيجي هنا بياخد الثلاثه اللي على ملعبه وبيقوم مخبط له في ماتش بره. بس ده كان اسهل ماتش، هو المريخ والقطن بره. الاهلي يقدر يكسب القطن بره، طبيعي والله. ما تستغربش. حته اللياقه البدنيه تتعالج براحه بقى، باستشفاء للعيبه. طب حته اللعيبه اللي ما بتعرفش تلعب كوره، لا دي ما بتتعالجش. فحفل النهارده وعيش عليهم براحتك واعمل كل اللي انت عايزه. بص متاح، لان احنا بنحفل في بطوله انا وانت غرقانين مشمرين ونازلين الترع. انما ما يبقاش بيلعب في كاس عالم واطلع حفل. عرفت انا بكلمك في ايه؟ خليك ناصح. تحفل امتى؟ لما ينغلب لك في دوري، لما ينغلب لك في افريقيا، في بطوله انت معاه فيها. انما ما تحفلش في بطوله انت مش عارف تروحها. فده اللي انا بكلمك فيه. انما النهارده عيش وحفل وقول كولر مش مدرب
وقول لعيبه الاهلي مش لعيبه، كل حاجه متاحه في التحفيل، كل حاجه متاحه. انما ككوره الاهلي في البطوله بنسبه 100% زي ما قلت لك، زي ما قلت لك. ده الراجل يعني الراجل بينغلب ماتش بره ارضه، بره ارضه، وانت بتعايرهم، وحقك ان احنا نحفل نعيش. احنا بقالنا سنه مكبوتين وربنا مكبوتين، انما انت مغلوب اول ماتش على ملعبك ومتعادل مع فرقه زي بتاعت امبارح ديت، ولسه عندك امل ان احنا نصعد ان شاء الله يعني. طب انت بتقول لهم ان انتوا ممكن ما توصلوش. لا هي انا معاك ان المجموعه تعقرب في اي وقت. ما انا قلت لك الهلال لو خبط القطن ده في الكاميرون، الهلال بنسبه 80% صعد، بنسبه 80% صعد. هيبقى ماتشه مع صن داونز في السودان حياه او موت. لو كسبه هيبقى 9 بونت، هيبقى عايز بونت. فالمجموعه هتتشقلب راسا على عقب. ازاي؟ خلينا نشوف الاسبوع الجاي ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ الاهلي في الوقوع بدنيا، صن داونز خطر على الاهلي. افتكر كلامي، افتكر كلامي. صن داونز خطر على الاهلي الماتش الجاي في القاهره بسبب الوقوع بدنيا. انت رايح هتلاعب فريق كله سرعات وامكانيات من احسن فرقه في افريقيا، عندها كواليتي لعيبه، مش بيباصوا وبيجروا وخلاص زي اللي كنت بتلعبهم مثلا النهارده زي بتوع القطن. لا، صن داونز فرقه كوره لو ما خدتش بالك منها هتنفخك، هتنفخك. فالاهلي حظوظه في البطوله انه يكسب صن داونز هنا. لو انغلب من صن داونز ولا اتعادل، كل عام وانتم بخير. هنروح سوا على دوره رمضان نكلم الحاج مسعد منصور سوا بقى احنا في رمضان. والله واقعي. الكوره عشان تكسب تعمل كده. هي الكوره لعبه كده، تضيع بقى وقت، تتعور، تطوح الكوره بره الملعب، تبقى بتلعب في السودان وتشوط الكوره في اثيوبيا. هي دي الكوره يا جماعه، هي دي الكوره. واقعي. الناس كسبت الاهلي بلعب بحاجات واقعيه في الملعب. هو مش هيعرف يكسب الا كده. سلاحه قدام الاهلي مش لعب نظيف، يغرف كانه ماسك فاس وبراويطه عمال يعبي في اسمنت. هو ده سلاح الفرق دي. فانت ما تطلعش تقول لي اصل هم بيضيعوا وقت، اصل الحكم مش عارف. لا، هي دي الكوره يا جماعه، هي دي الكوره. ويا ريت يا عم يا ريت لعيبه مصر كلها تعمل كده يا عم. هات جون وما تحسنيش يا عم ان انتوا بتلعبوا في اليونايتد ولا بتلعبوا في بشكتاش يا عم. هات جون واعمل كده زي الناس، رخم، تنح، اضرب، طوح، اعمل كل حاجه ان انت تكسب. ما تقعدوش تعيشوا الدور. انتوا بتروحوا بره بيتعامل معاكم زي ما انت شايف الكلام للاهلي والزمالك. بتروحوا بره بيتعامل معاكم اوسخ الكلام زي ما انتوا شايفين. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، وهسيب لكم لينك انستجرام في الديسكريبشن. مستني كل رسايلكم، اقسم بالله ارد عليكم واحد واحد.